السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وفيديو مختلف، وان شاء الله باذن الله يا حبايبي هنعمل شويه حركات وتكات. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا دول الغنم بتاعتنا هنفطرهم وهنكنس تحت منهم، وده العاده. ليه؟ هنتجنب من الحشرات وكل حاجه ان شاء الله باذن الله. صلى على النبي يا جماعه، نصلي على النبي يلا. ولو انت جديده عندي، والناس الجديدة داخلة عندي منوريني ومشرفيني ان شاء الله. يلا بقى، ومعانا كده هنخلص بقى. هنحط لهم طبعا ايه البلح. بس يلا برا مصر، نقول المقدمة بتاعتنا. برا مصر جوه مصر منوريني ومشرفيني ان شاء الله. دول اهم يتحطوا هنا. وبعدين ايه؟ اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد. هيتحطوا في العشة، عشتهم هنا. هنا الاكل. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وهنا وسعادة. النهاردة هنعمل الفيديو ان شاء الله بإذن الله، فيديو جديد. هننضف كده وبصوا، هنعمل الكانون بتاعنا وهننزل بالتحديات وهنشتغل على الفرن الصعيدي. ومعايا العامل المشترك بتاعي، البودي جارد بتاعنا، اللي هو ايه هيكسر الدنيا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. روتاج طبعا. بس ايه يعني قالت ايه؟ لا انا بديتها يعني مش روتاج، هي صراحه بالتعمي، هي بالتعمي. باذن الله هنشتغل وهنظبط امورنا باذن الله. حبيبتي اهم حاجه يلا تعمل، تنسيش بقى في اللايف وشيري، ونستعيذ بالله ونصلي على رسول الله. ونشوف بقى ايه. بصوا يلا بقى ندخل بقى في الفيديو دلوقتي. ومعانا ديك، هنذبح الديك اهو. معانا ديك وفرختين هنذبحهم ونظبطهم. وبصوا احنا عاملين تغييرات على فكره، يعني داخلين على الشتاء، لا احنا مش هنسكت. بصوا حاجاتنا نظفنا. عملنا المطبخ بتاعنا المتواضع هنا على السطح. وهنزرع بقى شجر. اي شجر عندك يتحط على الحيطه هنا. يعني هنزرع الجرجير والبقدونس ان شاء الله باذن الله. بصوا كمان احنا عاملين ايه هنا. عملنا يعني ايه، ظبطنا ونظفنا وكده. يعني هاتوا شجر برضو بره وفي الحيطان هنا. وغيرنا العشه، حطينا هنا الفراخ وال استنوا كده. وهنا بقى ايه، اللهم صل على النبي، الحمام. وهنا خليناها اوضه، هنخلوها اوضه خاصه بالخرفان والبهايم والمعيز ان شاء الله باذن الله. وهنشيل ده برضه وهننضف بقى. والمنطقه اللي هناك، بص يا حبايبي، المنطقة اللي هناك دي بصوا، ونبدأ ننظف بقى ونشيل الكراكيب ونجيب الحيطان فوق وتحت. زي كل مرة يعني، زي كل سنة. كل سنة طيبين. دخل علينا الشتاء إن شاء الله بإذن الله، دخل على الأمة الإسلامية بالسرور يعني. يلا بقى بس عشان ما نرغيش كتير، ندخل بقى عشان معنا ذبح النهاردة ونشوف هنعمل إيه بإذن الله. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وهنا وسعادة وراحة بال. طبعا هنذبح بقى ايه. معنا فراخ هنذبحهم. اللهم صل على سيدنا محمد. نذبح فرختين ومعاهم ايه ديك. طبعا انا هذبح ليه يا رودي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بس وانت برضو، انت همسكك وهخلص واريح بنفسي منك. جاي ورايا ليه؟ اه شايفين؟ اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك. المهم بقى يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه امسك فرختين حلوين كده. نشوف التخان يعني، هو اللي ما بتبيضش اهم حاجه تكون مش هتبيض. مش هنختار الفرخه اللي هتبيض دي بقى ايه لما تيجي تذبحي. اهم حاجه ما تنقيش الفرخه اللي هتبيض، لا هننقي الفرخه ايه اللي مش هتبيض. آه اللهم صل على سيدنا محمد. يلا بقى نمسك ونشوف يعني. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه فرختين بس. متابع معايا عارفين ان انا يعني بس ايه كمان هننقي العواجيز. الفرخ مش هنقرب عليه يعني. هدي تعالي يا عسل. اللهم صل على النبي. نختار دي ودي ام رقيبه ام رقيبه. يلا بقى عشان بس هنمسك ونرجع تاني ان شاء الله. يا حبايبي مسكنا الاتنين دول. اللهم صل على سيدنا محمد. نطلع. اللهم صل على النبي. انا عارفه طبعا الدنيا مكركبه معايا، عشان بس ايه محدش يقول
ان احنا ايه معفنين، لا يا حبايب، احنا طبعا بنوضب الحاجات وكده. فكل يوم بنعمل على حسب ما احنا نكون فاضيين، يعني مرة الأوضة دي، مرة الأوضة دي، يعني على حسب ما انت حابة. طبعا التغييرات بإذن الله، بإذن الله هفاجئكم، وهنعمل حاجاتنا وهنشتغل. طبعا الجو شتاء، القانون ما يخلاش من البيت. لو انت مربية الفرن البلدي، يعني حاجاتنا كلها بسيطة بإذن الله. هنعمل حاجات جميلة برضو. بس احنا هنبدأ ايه، ننظف ونوضب ونشوف ايه دي. مثلا الفراخ لي مكان، مكان الصيف غير مكان الشتاء. اللي متابع معايا وعارفني من أول مرة، من أول مرة، تمام. وعايزة أقول لكم على حاجة كمان، السطح هيتنضف. يعني أنا كل يوم لو أنا بنضف، اللي متابع معايا عارف السطح يعني هو نضيف. بس إحنا يعني لو غيرنا العشة وحولنا العشة بنشيل كل اللي فوق منها. هيبقى تراب، هيبقى أكياس، أكياس أكل، أكياس ملح، أكياس أكل فراخ كده يعني. وانت يا بقى يا مصر اللي هي بقى ايه، اللي متغاظة، اتغاظي يا حبيبتي، اتغاظي واهري نفسك وقولي وعيدي. حبيبتي انا عايزه اقول لك على حاجه، سواء كنتي اللهم صل سيدنا محمد، الناس بتتكلم على الكويس والوحش، وانا بعد في الدولارات، وانتي خليكي اهري وانكتي في نفسك. اها، عشان بس تكونوا عارفين اللي فيها. انكتي في نفسك يا ام ساره، وانا بعد في الدولارات. يعني شوفوا الفرق، انا هنعد في الدولارات وانت هتنكتي في نفسك. النهارده الفيديو بتاعنا بسيط وجميل، وانتظرونا في فيديو جديد بإذن الله.